السلام عليكم يا جماعة. معاكم يوسف. ولو دي أول مرة تشوف القناة فأنت دلوقتي دخلت عالم كل باب فيه بيخبي سر. النهاردة مش جاي أحكي لكم عن جني ولا بيت مسكون عادي. النهاردة هحكي لكم عن مكان كل اللي قربوا منه بالليل اتغيروا. مكان اسمه قصر الدالي. في البداية كنت فاكر إن كل الكلام ده خرافات بلد قديمة، ناس بتحب تخوف بعضها وخلاص. لكن بعد اللي حصل معايا بقيت أتمنى إني ما سمعت الاسم ده أصلا. الساعة كانت 12 بعد منتصف الليل. كنت قاعد لوحدي في الأوضة بمنتج فيديو عادي، وفجأة موبايلي نور رسالة من رقم غريب: لو عايز تشوف الرعب الحقيقي روح قصر الدالي. ضحكت وقتها، لكن بعدها بثواني وصلت صورة. الصورة كانت لقصر قديم وسط الضلمة، لكن المشكلة إن كان في شخص واقف في الشباك فوق. ولما زومت حسيت إن الشخص ده بيبص لي. قفلت الموبايل فوراً، لكن بعدها سمعت صوت إشعار تاني: ما تتأخرش. تاني يوم حاولت أنسى الموضوع، لكن الغريب إن الرقم اختفى وكأني ما اتبعتليش حاجة أصلاً. ولما وريت الصورة لصاحبي مروان وشه اتغير. قال لي بصوت واطي: انت تعرف يعني ايه قصر الدالي؟ هزيت راسي. سكت شوية وبعدين قال: الناس بتقول ان القصر ده فيه حاجة بتقلد البشر. ضحكت وقلت فيلم رعب يعني، لكنه مردش. بس قال لي جملة واحدة: لو دخلتي ما تبصش في المرايات. الجملة دي فضلت ترن في دماغي طول اليوم. الساعة كانت 2 الفجر، الطريق فاضي تماما، حتى الهوا كان ساكن بشكل غريب. كل ما قرب من القصر كنت بحس اني مخنوق اكتر. ولما وصلت شفت القصر واقف وسط الارض الزراعية كأنه جبل اسود. الشبابيك مكسورة والباب الحديد مفتوح سنة صغيرة، كأن حد مستني دخولي. هنا بدأ الخوف الحقيقي، مش خوف أفلام، الخوف اللي يخليك حاسس إن جسمك نفسه عايز يجري. لكن الفضول كان أقوى. دخلت. أول ما دخلت الباب اتقفل ورايا لوحده. الصوت كان عالي جدا. قفزت مكاني. الكشاف كان بيرعش في إيدي. القصر من جوه كان أضخم بكتير، طرقات طويلة وصور قديمة على الحيطان، لكن كل الصور كانت العيون فيها متشخبط عليها. وفجأة سمعت صوت: يوسف. الصوت كان واطي جدا كأنه جاي من بعيد. وقفت. قلبي بدأ يدق بعنف. مين؟ مفيش رد. لكن بعدها سمعت نفس الصوت تاني، أقرب: يوسف. وأنا بمشي وصلت لممر طويل في آخره مراية ضخمة. افتكرت كلام مروان: ما تبصش في المرايات. حاولت أبعد عيني، لكن غصب عني بصيت. في الأول شفت نفسي عادي، لكن بعد ثانية انعكاسي ما اتحركش وأنا واقف متجمد. النسخة اللي في المراية كانت بتبتسم ببطء، وبعدين رفعت إيدها ولوحت لي رغم إن إيدي كانت ثابتة. هنا جريت. وأنا بجري سمعت خطوات ورايا، سريعة تقيلة، كأن حد بيجري حافي فوق الخشب. فضلت أجري لحد ما دخلت أوضة، وأول ما دخلت الباب اتقفل بعنف. الأوضة كلها كانت حمراء، نور أحمر خافت، ريحة دم. وفي نص الأوضة كان في كرسي وعليه شخص قاعد ظهره ليا. الجسم كان ساكن تماما، لكن الكرسي بدأ يتحرك لوحده، صرير بطيء
وبعدين الشخص قال: اتأخرت ليه يا يوسف؟ الصوت كان صوتي أنا. الشخص وقف ببطء، ولما لف ناحيتي شفت نفسي، لكن بعينين سودة بالكامل وابتسامة مستحيل تكون بشر. وفجأة الكشاف فصل والقصر كله بقى ضلمة. لكن قبل ما الكاميرا تفصل سمعت آخر جملة: دلوقتي دورك تقعد مكاني. ومن يومها كل ليلة الساعة 3 الفجر بصحى على صوت حد بيخبط على باب أوضتي، ولما أبص من العين السحرية أشوف نفسي واقف بره وبيبتسم.